مش عارفة انت ليه بتتكلمي في السياسة، ما تسيبيها لناسها. اولا اللي انا بعمله ده ما اسموش كلام في السياسة، ده اسمه نبقى عارفين في ايه بيحصل حوالينا في الدنيا، مش عايشين كده وخلاص. وناسها دول اللي بيعملوا تحليل سياسي. انا مش بعمل تحليل سياسي، انا بعمل مور اوف ستوري تيلينج. يعني انا بنقل الخبر مش بحلل الخبر. طبعا من غير ما تسألي انا عارفة انك مش فاهمة الفرق بين الاتنين. احنا كلنا عندنا هوايات مختلفة. انا من الناس اللي عندي هواية اني اتفرج على الاخبار. في ناس تانية في الدنيا هم برضو عايزين يبقوا متابعين وعارفين ايه اللي بيحصل، بس ما بيحبوش يتفرجوا على الاخبار. فانا بتفرج وبحكي لهم، وبحكي لهم صح. يعني ما بقولش اي معلومة غلط حتى لو قلتها بهزار وسخرية. يعني لما بقول ايلون ماسك قال لترامب يا ابن المبقعة، هو اكيد ما قالوش كده في الحقيقة، بس هم شتموا بعض فعلا. بس انا عارفة انت ايه اللي استفزك، عشان في ستات اتربوا انه احنا كستات مفروض يبقى في مواضيع مش ما نتكلمش فيها، نبقى ما بنفهمش فيها عشان احنا اقل من اننا نفهمها، او اغبى من اننا نفهمها عشان المواضيع دي بتاعت ناس تانية. الستات اللي اتربوا بالطريقة دي لما بيلاقوا ست زيهم بتتكلم في المواضيع اللي هم اتعلموا انهم المفروض ما بيفهموش فيها، بيتضايقوا. فبيبقى الحل انهم يحاولوا يسكتوها. وبالمناسبة السياسة مش هي الاجتماعات اللي بتحصل بين زعماء الدول، كل حاجة في حياتنا سياسة. لو رحتي تشتري حاجة ولقيتيها غليت 10 جنيه، دي سياسة. bottom line، انا اتكلم في اللي انا عايزاه واقول اللي انا عايزاه واعمل اللي انا عايزاه. انت اللي مش عاجبك ما تتفرجيش عليه. اقول لك على حاجة حلوة، في قناة جنبنا فيها قردة بتعمل فلوجز، روحي اتفرجي عليها.